اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة التأهل المضمون في هذه المباراة، لكن اليوم ستكون على الصدارة. من يفعلها اليوم؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال التغطية لهذه المواجهة. تحياتي مشاهدينا لكم متابعينا من ملعب سانتياغو برنابيو. محدثكم فارس عوض سيكون معكم في تغطيات لمجريات هذه المباراة. لقاء اليوم يأتي ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. الملكي ريال مدريد في مواجهة إنتر. المستضيف عنده فرصة تصدر المجموعة من خلال مباراة اليوم. راح يحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لمصلحته حتى يحقق هدفه ويسعد أنصاره، وتكون مهمته أسهل عند إجراء القرعة. ومع بداية الشوط الأول من مباراة دوري المجموعات لبطولة دوري الأبطال، كاسيميرو ملعوبة إلى كارفاخال. اليوم في فرصة أمام أصحاب الأرض لاحتلال صدارة المجموعة والتأهل في المركز رقم 1. لوتارو وفرصة هدف، تصدي مذهل في الموعد هنا، راية مرفوعة وتسلل موجود نعم، لكن هذا لا يقلل من قيمة التصدي ومن روعة ردة الفعل. كاسيميرو، فينيسيوس، فرصة كبيرة مع لوكا. الهدف الأول في المباراة، هدف في الدقائق الأولى يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية. شوف الإعادة وركزوا في هذا الهدف جيدا، لأن في عمل كبير من الفريق، ضغط كبير من الفريق، ونعرف بأن الضغط يولد الأخطاء، وهو ما حدث هنا وأدى إلى تسجيل الهدف. لا شك بأن المدرب الآن سعيد بكل ما يقدم لاعبه في أرضية الملعب وبهذا التفوق الكبير في أرضية الملعب. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. يتقدم إلى الأمام. انتر يتناقل لاعبو الكرة بشكل جيد. تخرج الكرة إلى رمية تماس بعد تمريرة تفتقد قليلا للدقة. فرصة للعرضية، عرضية لا تشكل أي خطورة. شوف تدخل مدافع بشكل ممتاز. دامفريز، المدافع يبعد الكرة العرضية ويوقف الخطورة. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. حلوة الكرة، كان ممكن التعادل في اللقطة الماضية، ما كانت بعيدة اللقطة، لكن ما زالت فرصة التعادل، البحث عن التعادل مستمر. توني كروس، ملعوبة إلى كريم بنزيما، لاعب يقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. الحكم يمنح الأفضلية لإنتر. تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر. ملعب سانتياغو برنابيو واحد من أشهر الملاعب العالمية، وبالتأكيد معقل النادي الملكي ريال مدريد أنجح فريق أوروبي، واحد من أشهر الأندية العالمية، واللي يعتبر هذا ممكن كرة التعادل. خلصها
حارس المرمى الله على الكرة، على التوقيت، على التدخل في اللحظة الماضية. ضغط مثالي من الدفاع، يضطر اللاعب للخروج بالكرة إلى خارج الملعب. رودريغو، المنافس يسيطر على الكرة. مارتينيز، ثورغن هازارد، تمريرات متتالية بحثا عن ثغرة، بحثا عن مساحة في دفاع الخصم. عرضية ممتازة في وسط المنطقة. اوهو، ممتاز كورتوا في التصدي. الكل ظن بأن الكرة في المرمى من هذا المكان. من لمسة أولى والكرة في المرمى. هدف التعادل من نصيب النيرات سوري. نشوف الهدف مرة أخرى. هنا الأخطاء ممنوعة، لا يمكن ارتكاب الأخطاء هنا. كان بالإمكان التصدي بشكل أفضل وتفادي هذا الهدف. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. كريم بنزيما. ريال مدريد الآن يقوم بعمل في منتهى الجمال في تمرير الكرات، لكن يفشل بناء الهجمة هنا بعد نفاذ الحلول أمام الفريق. المشاركة في دوري أبطال أوروبا أمر كبير جدا بالنسبة للجماهير وأي فريق أوروبي. هنا تواجد أندية النخبة وتتنافس فيما بينها لكي نتعرف بالتأكيد على الأفضل من بين الأفضل، وهو أمر صعب جدا لكن مليء بالإثارة والندية. فرصة الآن لكرة مرتدة. رودريغو، أي هجمة وأي هدف، أي كرة مرتدة مثالية، أي سرعة وأي مهارة في التحرك، أي انتقال من الدفاع إلى الهجوم. يا رب، يا الله. نتابع الهدف مرة أخرى. شوف الكرة من البداية، شوف الخطأ في التصدي واستمرار الخطورة. الخطأ ممنوع، العقاب يعني هدف. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. كرة لا تمر من توني كروس. ريال مدريد على الأطراف بشكل ممتاز. ضربة ركنية منتظرة، فرصة لتوسيع الفارق إذا تم الاستغلال. مستحيل، تصدي غير عادي من هاندانوفيتش. فرصة هدف من مسافة قريبة جدا. الانتر مستحوذ بشكل أكبر على الكرة في مباراة اليوم، لكن رغم هذا الاستحواذ الكبير الفريق غير قادر على اختراق الدفاع، غير قادر على خلق فرص خطيرة على المرمى. خطر الكرة بعد زيكو. اوهو، حارس المرمى طار، حلق، تصدى لهذه الكرة، بيرسل الكرة لوسط المنطقة. ركنية لا تستغل، فرصة بتضيع الآن. شوط أول ينتهي والفريق في موقف يحسم من خلال صدارة هذه المجموعة. أمر جميل إذن. ومع بداية الشوط الثاني ينطلق الآن ونلعب في بطولة دوري الأبطال ضمن مرحلة المجموعات. ثورغن هازارد، فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. الحارس يفوز بالكرة تحت الضغط. يفقدها كريم بنزيما، كرة بتتحول للمنافس. شفنا شوط أول كبير وتألق من جانب رودريغو في أول 45 دقيقة في هذا اللقاء. كرة عرضية من فينيسيوس، اعتراض وتشتيت الكرة، كان ممكن تشكل خطورة. فريق انتر يخسر الكرة الآن.
دامفريز. تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. فرصة لكرة مرتدة سريعة، تصويبة من كريم بنزيما، تصدي بكل ثبات. مدرب يحاول التصرف في ظل تأخر فريقه في النتيجة، يبحث عن دماء جديدة. ابعاد سيء للأخطاء، ما زالت خطيرة، تسديدة لكن جانبية بعيدة عن المرمى. مارسيلو بروزوفيتش، هجوم من الانتر. يعود بالكرة بعد عرضية ممتازة. يا رب، هدف يأتي الآن، يأتي بالتعادل الآن. الانتر يسجل التعادل في هذه اللحظات. نشوف الهدف مرة أخرى، شوف كيف لعب للتمريرة وبعد ذلك يتم لعب الكرة في الزاوية القريبة والمغلقة لتدخل المرمى. لقاء في قمة الإثارة، الفريقين يقدمان أداء يرفضان من خلال الخسارة في مباراة اليوم، والتعادل يسيطر على مجريات هذه المباراة. كامافينجا بتروح إلى لوكا، المنافس يسيطر على الكرة. ميلان سكرينيار، كرة بتتجاوز الخط في المباراة. بيرلا ميندي وصلت إلى بنزيما. لوكا مودريتش، فرصة للعرضية رغم ضغط الفريق الخصم، لكن امساك ناجح للكرة العرضية. حلو التدخل على الكرة. مارتينيز، كرة بينية فيها خطورة الآن. يا لحيم، أي تصدي، أي روعة، أي قوة. ركنية من نصيب انتر وفرصة للتقدم في النتيجة. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. الإثارة كبيرة مشاهدينا في هذا اللقاء. شوف الأرقام، شوف الأمور الواضحة حتى الآن. متعة نتمنى بأن تستمر، فرص هجومية متواصلة في هذا اللقاء من الطرفين. هذه هي كرة القدم الحقيقية التي نعشقها. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. يتقدم بالكرة بالتصدي رائع من هاندانوفيتش. الجماهير تقوم بدورها الآن، تدعم اللاعبين على استغلال هذه الفرصة للتقدم في النتيجة. واضح أن قادم اللحظات ممكن نشاهد تغيير من جانب المدرب. بيرسل الكرة لوسط المنطقة. عشر دقائق ويطلق الحكم صافرة نهاية المباراة. يبحثون عن هدف التقدم القاتل في اللحظات الأخيرة. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. محاولة وتسديدة فيها قوة كبيرة، لكن لا يوجد فيها الدقة المطلوبة، وبالتالي الكرة بعيدة عن المرمى. يا رباه على هذه الأجواء في ملعب سانتياغو برنابيو. جماهير ريال مدريد تبحث عن التقدم في بنزيما.
يا رب، الكرة في المرمى. هدف من لاعب استثنائي في توقيت استثنائي قبل صفرة الحكم بثواني. نشوف كرة الهدف مرة أخرى اللي أرسلها عرضية مثالية ومن مسافة قريبة، لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. انتر يتأخر في النتيجة. خلصها والكرة مقطوعة. يستعيد الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. كوريا يحاول انتر الآن أن يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة. يحاول أن يشكل خطورة. مارتينيز، الله على التصدي من كورتوا. ضربة ركنية بمثابة الفرصة الأخيرة للعودة في النتيجة. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. ملعوبة في مكان لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. المباراة تبوح بكل أسرارها. صافرة النهاية تأتي. مباراة ممتازة كانت من جانب كريم بنزيما، قدم فيها كريم كل شيء ممكن تقريبا. سجل هدف الفوز الحاسم مع نهاية هذه المباراة بالوقت القاتل. ولن ينسوا هذه المباراة وتلك اللحظة بكل تأكيد.